سيد بلال اللي بيقول وائل قنديل في الشروق انه ابن البطه السوداء في تفجيرات الاسكندريه. بيقول وائل قنديل سقط سيد بلال سهوا، لا حد بكى عليه ولا حد ولع له شمعه ولا حد قال له انت فين ولا حد زاره في التراب ولا اي حاجه خالص. بيقول وائل قنديل مصر حزنت على ضحايا الاسكندريه، نسيت سيد بلال اللي مات وهو بيتحقق معاه عشان الامن يعرف منه معلومات عن جريمه الاسكندريه. بيسال وائل قنديل اشمعنى الدنيا اتقلبت لما مات خالد سعيد، انقلبت لما ماتت مروه الشربيني، انقلبت لما ماتت مريم فكري. هو سيد بلالنا مش مصر زيهم؟ ليه حق وائل قنديل يسميه سيد بلال ابن البطه السوداء. سيد بلال اللي بيقول بلال فضل في المصري اليوم انه لو ابن واحد من المسؤولين الكبار ولا ابن واحد من رجال الاعمال الواصلين ولا من عليه القوم ولا من الحاشيه ما كانش حد قدر يهوب ناحيته حتى لو كان سلفي. انا معترض على كلمه سلفي، بس هو الناس بتقول لك سلفي بيتبع المنهج السلفي. سيد بلال اللي بيقول عنه خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع ان موته هو الخطأ القاتل لاجهزه الامن. يعني ايه مواطن بيسال خالد صلاح؟ يعني ايه مواطن يموت في اسم او في امن دوله من غير ما يطلع بيان رسمي يفسر اللي حدث ويحدد المسؤول عن وفاته؟ ازاي يموت بني ادم، ازاي يموت مواطن مصري من غير ما يكون في احساس بالندم او الحزن؟ ازاي يموت بني ادم بالشكل ده من غير ما حد يعزي اهله؟ ازاي سيد بلال اللي عمل موقع الدستور الالكتروني او موقع الدستور الاصلي زي ما بيسموه مبادره عشان الناس تروح يعزي اهله زي ما كاتب زميلنا عبد المنعم محمود. بيقول عبد المنعم محمود خد مراتك وعزي ام السيد بلال، قول لها ما تتنازليش عن حق ابنك لانها محتاجه ناس ضميرها صاحيه. بيقول عبد المنعم محمود ان ام سيد ساكنه جنب سور قطر محطه الظهريه في حي الرمل في الاسكندريه. يا ريت كلنا نروح نسال على بيت ام سيد ونعزيها ونقول لها شدي حيلك يا ابو سيد زي ما رحنا وعزينا اهالي مريم واهالي خالد سعيد واهالي كتير. سيد بلال ومريم فكري مصريين دمهم واحد، ما ينفعش يروح واحد منهم هدر والتاني بنديله حقه. سيد بلال اللي الحمله الشعبيه للدعم البرادعي دعت الشعب المصري للتضامن مع ابنه 3 سنين وفتحوا ليه دفتر توفير باسمه بدأوه ب5000 جنيه. حملة البرادعي طلعت بيان قالت فيه ان ده اقل واجب ممكن يقدموه لأسرة السيد بلال عشان يوصلوا رسالة لابنه اللي زي ما قلت لحضراتكم من عنده 3 سنين ونص انه كل المصريين اسرة واحدة. سيد بلال اللي بيقول عنه الدكتور حلمي القاعود على موقع اخواني اونلاين انه عشان مسلم جرى له اللي جرى، وجهة نظر، عشان كده دفنوه بالليل من غير ما حد يحضر جنازته، طلبوا من اهله انهم يخرسوا وما يتكلموش والا هيتم اعتقالهم، انما لو سمعوا الكلام هيعينوا اخوه ويدوا له فلوس ويروقوه. سيد بلال اللي الدكتور محمد البرادعي طالب بعقاب رادع للمسؤولين عن وفاته. كتب البرادعي على موقع تويتر رحم الله سيد بلال، ننتظر نتيجة التحقيق واذا ثبت التعذيب فلازم من العقاب الرادع لكل مسؤول على كل مستوى. ويضيف كمان الدكتور البرادعي التعذيب انتهاك للإنسانية مش شأن داخلي. سيد بلال اللي بيسأل كريم عبد السلام في اليوم السابع ازاي في 24 ساعة واحد يبقى حي يخش مكان ما يطلع مرحوم. كلنا مستنيين تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كلنا مستنيين ما تقوله الدولة عن سيد بلال. زميلنا فراج إسماعيل في موقع المصريون بيقول رغم انه مش متهم ولا مشتبه فيه مات سيد بلال، كل جريمته انه كان بيصلي في مسجد جنب بيته في كوبري الناموس، شاب سلفي عنده طفل 3 سنين بيدور على لقمة عيشه، حافظ القرآن بالكامل، ما عندوش وقت للسياسة ولا للصحافة. سيد بلال اللي بيقول ممدوح إسماعيل محامي الجماعة الإسلامية في المصريون ان اللي قتل سيد بلال قتل في نفس الوقت قيم العدالة والخير. وبيسأل أين شيخ الأزهر والمفتي؟ ما حدش ليه سمع لهم حس في موت سيد بلال، ويا ترى ايه فتواهم في موت سيد بلال بالشكل ده؟ سيد بلال اللي زميلنا ابو السعود شبل في موقع المصريون موجوع من موته وانه مات بسبب الفشل في الوصول لمرتكب جريمه الاسكندريه الحقيقي. بيقول دم سيد مش هيروح هدر. سيد اللي واخد دبلوم صنايع وشغال لحام وبيكافح عشان يلاقي لقمه عيش. سيد بلال اللي بيقول عنه حسن الاباني في موقع اخوان اونلاين ان كلنا سيد بلال. أنا الحقيقة أنا بأطالب
حد يعبرنا في موضوع سيد بلال، حد يقول لنا مات ازاي سيد بلال، يطلع بيان رسمي زي ما بيقول خالد صلاح، يطلع بيان رسمي يقول لنا فين سيد بلال. ننتظر ومنتظرين ماذا حدث لسيد بلال حتى لا تتكرر مأساة أخرى كلنا عارفينها، وحتى لا تتكرر مآسي أخرى. كلنا مصريون، وكلنا يعني لينا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. بلاش التعامل مع الأفراد بمنطق الخيار والفقوس.